السلام عليكم يا دفعة 25 وأهلا بيكم في أهم سلسلة فيديوهات هتعدي عليكم السنة دي. سلسلة الفيديوهات دي هتبقى متعلقة بفترة المراجعات النهائية. أول فيديو اللي هو ده هنتكلم فيه عن كتاب الفاينل ريفيجن، إيه المحتويات بتاعته، إيه المزايا بتاعته، طريقة الحجز وهكذا. تاني فيديو هنتكلم فيه بقى عن الكورس نفسه، إيه برضو المزايا بتاعته وإيه المحتوى اللي فيه. وتالت فيديو أنا مش عايز أقول لكم دلوقتي هنتكلم فيه عن إيه بالظبط، خليها في وقتها. بس دلوقتي إحنا في وقت إيه؟ دلوقتي إحنا في وقت الكتاب. فاللي عايزين نتكلم عنه في الفيديو ده هو الكتاب بتاعنا ومحتوياته ومميزاته. اللي منكم كان متابع معانا على جروب الواتساب الفترة اللي فاتت هيعرف إن الكتاب بتاعنا مفتوح للحجز أو مفتوح للطباعة من حوالي 3 أو 4 أيام. وهيعرف برضو إن الكتاب بتاعنا أهم ميزة فيه إن هو مجمع كل الامتحانات السابقة في الخمس مواد الأساسية بتاعتنا. يعني إيه؟ يعني إحنا دلوقتي شغالين 5 مواد من أول سنة، شغالين إنجلش، فيزيكس، كيمستري، بايو، جي. الكتاب بتاعنا مجمع كل الامتحانات السابقه في ال5 مواد دول. يعني ايه؟ يعني عندنا مثلا الفيزيكس، كل الامتحانات السابقه في الفيزيكس هتلاقيها موجوده. يعني ده امتحان فيزيكس 2020 موجود، هتلاقي عندنا فيزيكس 2020 و21 و22 و23. نفس الكلام هتلاقيه في الكيمستري. الموضوع ده برضو بينطبق على البايو. يعني لو بصينا على البايو هتلاقي عندك 2022 او سوري 2021 2020 2023 و2018. نفس الكلام ده بينطبق على الجي. وفي الانجليش هتلاقي معانا كل الامتحانات السابقه الموجوده من اول سنه 2017 لحد سنه 24. فيبقى ميزه او اول ميزه من مميزات الكتاب ده هي فكره ان احنا مجمعين فيه كل الامتحانات السابقه. كل الامتحانات السابقه المتوفره متجمعه، وكل الامتحانات السابقه الغير متوفره متجمعه برضه. يعني ايه الغير متوفره؟ يعني امتحان زي امتحان الانجليش 2023 او الانجليش 2024، انت مش هتلاقي كده فايل زي مثلا في فايلات كتير. انتوا لو حد منكم هيقعد يقلب على الدرايفات عنده هيلاقي فايل فيزيكس 2021 او فايل بيولوجي 2023 وهكذا. مفيش فايل لانجليش 23 او مفيش فايل لانجليش 24. طيب احنا جبنا القطع بتاعتهم ازاي؟ جبنا القطع بتاعتهم من زمايلكم. زمايلكم لما خرجوا من الامتحان كنا بنقعد وبنعرف منهم ايه القطع اللي جت بالظبط، بندور عليها وبنلاقيها وهم بيبعتوا لنا لينكات. بنجمع القطع دي كلها وبنحطها لكم في فايل. فيبقى كل الامتحانات، سواء الامتحانات اللي موجود لها فايلات او اللي مش موجود لها فايلات، هتلاقيها موجودة في الكتاب بتاعنا. طيب كام قطعة بالظبط او كام امتحان بالظبط موجود في الكتاب؟ الكتاب بتاعنا زي ما قلنا فيه 4 امتحانات فيزيكس وكيمستري وبايو وجيو. وفي عندنا 8 امتحانات انجلش من اول 2017 لحد 2024. ماشي، يبقى اول ميزه من ميزات الكتاب اللي هم 7، اول ميزه هي ان احنا مجمعين فيه كل الامتحانات السابقه. تاني ميزه هي ان في امتحانات جديده انت ممكن مش هتلاقيها في اي مكان تاني بره الكورس. تالت ميزه هي ان الامتحانات دي كلها متبيضه. يعني ايه متبيضه؟ يعني على سبيل المثال لو انا جيت عملت هنا شير سريع للصوره دي، الصوره دي هي امتحان 2020 في البايو. بص شكل الامتحان عامل ازاي، بص السكرين شوت شكلها عامل ازاي. الصور او الكلام مش واضح تماما. لو جيت ركزت على الاطراف بتاعه الصوره هتلاقي ان في كلام متاكل من هنا وكلام متاكل من هنا. ودي كده زي ثيم هتلاقيها متكرره في امتحانات كتير، ان تلاقي الصور متاكل كلام من على الطرف الشمال والطرف اليمين. فهتلاقي نفسك طول ما انت قاعد بتحاول تحل، انت بتقرا مش عارف الكلمه دي ايه ومش عارف هل في كلمه بعدها ولا لا. فدي مشكله شائعه هتلاقيها موجوده في يمكن 3 او 4 امتحانات في مختلف المواد. فده كده شوف شكل الصوره دي، وبعدين تعال نقارنها بشكل الكتاب الاساسي بتاعنا. لو جينا رحنا على امتحان البيولوجي بتاع سنه 2020 هتلاقي شكل الامتحان عامل كده. فرق شاسع ما بين الصورتين. ارجع كده في الفيديو شوف الصوره وبص هنا على شكل الامتحان، شكل مختلف تماما تماما عن الصوره اللي انا وريتها لك. فيبقى الامتحانات كلها مش بس متجمعه وخلاص، مش بس خدناها كده سكرين شوتات واتحطت في الكتاب. لا، الامتحانات متجمعه في حاجات جديده، الامتحانات كلها متبيضه. طيب ايه ميزه ان الامتحانات كلها متبيضه كده؟ انك تقدر تعمل هايلايت. في الصوره اللي فاتت دي مش تكست، ده ايمج محطوطه كده في PDF. حاولت تعمل هايلايتنج عليها مش هتعرف. وطبعا الحل من غير هايلايتنج بيبقى صعب جدا جدا. فيبقى انت حلك من فايلات الامتحانات دي بيصعب عليك المساله. لان انا مش بحاول اقول لك هنا ان احنا جبنا حاجات جديده وحاجات انت مش هتعرف تلاقيها. انت لو قعدت ساعه ولا ساعتين بتقلب في الدرايفات هتلاقي كل الامتحانات الموجوده في الكتاب. فيبقى التجميع ميزه مهمه، بس في بس انت تقدر تعملها.
الحاجات بقى اللي هيبقى صعب عليك جدا انك تعمل الفايل بالطريقه دي، انك تبيضه بالطريقه دي. وكمان اهم بقى من التبييض بتاع التكست نفسه هو التبييض بتاع الفيجرز والجرافس والتيبلز. يعني ايه؟ يعني خليني مثلا اوريك امتحان يو ار تي البايو بتاع 23، والامتحان ده هو احسن امتحان موجود عندنا من ناحيه التصوير، فانا مش بنقي لك امتحانات وحشه ولا حاجه، ده امتحان يعني محطوط الوان، فامتحان متصور بطريقه كويسه جدا جدا جدا. ولكن مشكلته في ايه؟ في الفيجرز. هتلاقي بعض الفيجرز كويسه زي ده، بس بعدين تيجي تنزل شويه هتلاقي مثلا فيجر زي ده، الفيجرز مش باينه، الفيجرز فيها كلام ممسوح، الكلام ده كله بيعطلك وانت بتقرا. اهم بقى من ده، بص على فيجر زي كده مثلا، بص انا عامل زوم لاقصى حاجه، اقرا لي الكلام اللي هنا، مش هتعرف تقراه مهما حاولت. بص اعمل لك زوم اكتر اهو، حاول تقرا الكلام اللي هنا، مش هتعرف. ليه؟ الكلام مش واضح لان الفيجر مش واضح تمام. ففي حالات زي كده احنا بنعمل ايه؟ تعال بقى نبص على امتحان 23 من الكتاب بتاعنا، وبص على شكل الفيجر هتلاقي لا في فرق شاسع. بص شكل الفيجر هنا، وبص شكل الفيجر هنا، في فرق كبير جدا جدا جدا. ده ليه؟ لان احنا برضو مش بناخد الفيجرز كده كوبي بيست نحطها في الكتاب، لا الفيجرز دي احنا بنجيب الاوريجينال سورس بتاعها. فطبعا الموضوع ده هيبقى صعب جدا ان اي حد منكم يحاول يعمله، انك تقعد 10 دقائق ولا ربع ساعه بتدور على السورس بتاع الفيجر عشان بس تفهم الكلام. فيبقى الامتحانات متجمعه ومتبيضه، واهم من ده ايه؟ الفيجرز متظبطه ومحطوطه لك بريزولوشن كويس جدا. مش هتلاقي يعني باذن الله لو دورت في الكتاب كله نادرا جدا جدا ما هتلاقي مثلا فيجر يبقى مش واضح، او ما هتلاقي فيجر وتقول لا الفيجر ده الريزولوشن بتاعته وحش. لا كل الفيجرز على قدر الامكان يعني بنحاول ان احنا نلاقي الاوريجينال سورس بتاعها ونحط لك الصوره الاصليه عشان تبقى واضحه وضوح الشمس زي ما انت شايف. نفس الكلام ده بيتعمل في التيبلز. التيبلز لو في اي تيبل مش واضح بناخد احنا الداتا اللي في التيبل وبنعمل احنا تيبل جديد عشان التيبل بالنسبه لك يبقى موجود 10 على 10. نفس الكلام في الجرافس، لو في اي جراف مش واضح بناخد احنا برضو الداتا اللي في الجراف ونعمل لك احنا جراف جديد. فيبقى سواء الفيجرز او الجرافس او التيبلز كلهم ايه، هتلاقيهم احسن بكتير جدا من النسخ الاساسيه اللي بتبقى موجوده في فايلات الامتحانات. طيب احنا كده عدينا 4 ميزات، في 3 ميزات كمان لسه عايزين نتكلم عنهم بقى. كتاب الفاينل ريفيجن اول لما بتخلصه، او يعني اول لما بتطلبه بيجي لك معاه الجايد انسر. والجايد انسرز دي مهمه جدا جدا جدا، وهتعرف ليه. لان انت لو دورت على اي امتحان، قول مثلا خلينا نفترض امتحان انجلش 2021 ايا يكن، هتفتح الدرايفات بتاعتك ممكن تلاقي نسختين ولا ثلاثه للامتحان ده، وكل نسخه هتلاقيها متجاوبه باجابات مختلفه عن اللي قبلها. فممكن تلاقي مثلا 5 6 7 اسئله في الامتحان فيهم اختلاف، هتلاقي اول فايل مجاوبها ايه، تاني فايل مجاوبها سي، تالت فايل مجاوبها دي. طيب هو الاختلاف ده جاي منين؟ الاختلاف ده جاي لان في الغالب الاجابات دي بتبقى اصلا طلاب، يعني مثلا يبقى طالب في سنه 2020 ولا في سنه 21 اخذ الامتحان ده، كان بيذاكر يعني، اخذ الامتحان حط اجاباته فيه، بعد ما خلص سنه راح رفع الفولدرز بتاعته كلها على الدرايف من ضمنهم ايه؟ فايل الامتحان ده. فدي اجابات طالب، واغلب الاجابات اللي هتلاقيها على الدرايف اجابات طالب، نادرا ما هتلاقي الموديل انسر موجوده في فايل من الفايلات دول. فده بيسبب ايه؟ بيسبب كونفيوجن ما بين الناس، ان انا دلوقتي مثلا بصيت على سؤال لقيت اوبشن ايه يعني حسيت ان اوبشن ايه هو الصح، بس الفايل ده بيقول بي والفايل ده بيقول دي، طب انا اعمل ايه؟ فزمان ما كانش عندك حل، خلاص انا هعمل ايه؟ انا همشي بدماغي وخلاص، او انا هحاول اسرش على الباسج وخلاص، لقيتها لقيتها، ما لقيتهاش خلاص مش هعرف اعمل حاجه. دلوقتي بقى انت مش محتاج تلف اللفه دي كلها، لا انت دلوقتي بقى عندك مصدر موثوق للاجابات، اي سؤال بتعطل فيه بتفتح الموديل انسر وبتطلع منه الاجابه، والكلام ده هيبقى متوفر لاي حد اشترى الكتاب مطبوع، او لاي حد طبعا اشترك معانا في كورس الفاينل ريفيجن. طيب دي كده كانت الميزه الخامسه. ايه الميزه السادسه؟ الميزه السادسه لطباعه الكتاب انك بتتدرب تدريب ورقي، ودي حاجه مهمه جدا جدا. ليه بقى التدريب الورقي مهم؟ اولا انت امتحانك مش اي سي تي، يعني انت مش هتمتحن على كمبيوتر، فما ينفعش يبقى انت داخل تمتحن امتحان مطبوع على ورق وقاعد طول فتره تدريبك بتتدرب على الكمبيوتر. كل اللي انت متعود عليه انك بتعمل هايلايتنج كده، انك بتقرا بصباعك مثلا، انك الفيجرز بتخرج الداتا ان انت بتقعد برضو تقارنهم بصباعك او بتستخدم الماوس كده على طول على الشاشه. فالموضوع ده ممكن يبقى بيسهل عليك شويه. انت عايز تاخد التجربه زي ما هتقابلها في الامتحان بالظبط، انت عايز تقعد فعلا كده مع نفسك، تفتح لنفسك بالظبط تايمر ساعه ونص، تقعد ماسك الورقه والقلم وقاعد بتحل، قاعد بتهايلايت زي ما هتعمل هايلايتس في الامتحان، بتظلل زي ما هتظلل في الامتحان، بتختار الاجابات زي ما هتختار في الامتحان بالظبط. فيبقى التجربه الورقيه دي مهمه جدا، وما ينفعش ان انت تخش امتحانك من غير ما تبقى اتدربت اي تدريب ورقي. فلو انت كنت من اول السنه شغال معانا شغال بالكتب العاديه بتاعتنا سواء في كتاب البيزكس او الفولو اب وما بتطبعش، دي اهم فرصه بالنسبه لك، استغل الفرصه دي.
اطبع الكتاب عشان تبقى اتدربت تدريب ورقي قبل ما تخش على الامتحانات بتاعتك. طيب الميزه الاخيره عندنا بقى ايه؟ الميزه الاخيره عندنا، ودي حاجه عموما بقى سواء بتنطبق على الكتاب او على كورس الفاينل ريفيجن نفسه، ان اهم سورس واقرب سورس لمستوى امتحانك هو مين؟ هو الامتحانات السابقه. اقرب سورس لمستوى امتحانك في الانجليش مش انجلش فور ايفري ون، ولا ريد ثي، ولا اي ريدنج ورك شيتس، ولا براكتيكال فاست ريدنج، ولا توفل، ولا اي سي تي، ولا غيرهم. كل السورسز دي سورسز مهمه، وسورسز احنا بنتدرب منها من اول السنه، وسورسز ممكن يجي منها قطعه او يجي منها قطعتين او ثلاثه. ولكن ده مش معناه ان دول اهم سورسز. اهم سورسز هي ايه؟ هي الامتحانات السابقه. ليه الامتحانات السابقه مهمه؟ لانها لو انت بصيت على الامتحانات القديمه في اي ماده، في الغالب هتلاقيهم كلهم قريبين من بعض في المستوى. يعني امتحان 2017 في الانجليش تقريبا في نفس مستوى 18، تقريبا في نفس مستوى 22، تقريبا في نفس مستوى 23. بعض الامتحانات بتشطح شويه وتبقى اصعب حبه، بعض الامتحانات ممكن تبقى اسهل حبه، ولكن اوفر اول اغلب الامتحانات بيبقى مستواها قريب من بعض، لان اغلب الامتحانات في الغالب يعني بيحطها نفس الاشخاص. فده معناه ايه؟ معناه ان انت لو فتحت مثلا الكتاب ده، حليت منه، خلينا نفترض مثلا نمسك الانجليش عشان عندنا اكتر عدد امتحانات في الانجليش، حليت الثمان امتحانات بتاعه الانجليش، جبت في امتحان 45 وامتحان 48 وفي امتحان 39 وفي امتحان 42 وهكذا، وخدت الافريج بتاعك، ده كده هيديك استيميشن دقيق جدا جدا لمستواك حاليا. وده هيفيدك جدا. ليه؟ عشان تعرف ايه المواد اللي انت قوي فيها وايه المواد اللي انت ضعيف فيها. انت ممكن تبقى فاكر ان انا كويس في الكيمستري، تخش تحل كيمستري تلاقي مستواك كويس. طيب انا فاكر ان انا كويس في البايو، اخش احل بايو الاقي نفسي جايب اون افريج 18 من 25 او 15 من 25 او اقل كمان. فيبقى انا ما ينفعش احكم على مستوايا من بس السورسز اللي احنا بنشتغلها من اول سنه. هي سورسز مهمه، ممكن تيجي في امتحان، جت في امتحانات سابقه، ولكن ده مش معناه ان هي اهم سورس، ومش معناه انك تحكم على مستواك من خلالها. يبقى الحكم على مستواك ده ممكن بس من خلال مين؟ ممكن بس من خلال الامتحانات السابقه. فيبقى الكتاب ده هو احسن طريقه تحكم بيها على مستواك من دلوقتي، واحسن طريقه تعرف ان انا ضعيف في الانجليش فمحتاج اركز قوي على الانجليش، انا كويس في الجيو فمش محتاج احل جيو تاني، انا كويس في الكيمستري فمش محتاج احل كيمستري تاني، وهكذا. انا مثلا ضعيف في الفيزياء فمحتاج اشد على نفسي في الفيزياء. فيبقى تاني كده سريعا، ايه كل الميزات بتاعت الكتاب بتاعنا؟ كتاب مجمع لك كل الامتحانات السابقه في الخمس مواد، سواء اللي ليها فايلات او اللي ريليزد يعني، او الحاجات حتى اللي مش ريليزد هتلاقيها موجوده في الكتاب، زي امتحان 23 و24 في الانجليش. كل الامتحانات طبعا متبيضه، التكست بتاعها موجود عشان تقدر تعمل عليه هايلايتنج زي الفل. طبعا الكتاب اصلا ورقي، فانت الهايلايتنج بالقلم هيساعدك جدا. كل الفيجرز التيبلز الجرافس هتلاقي الكواليتي بتاعتها احسن بكتير من الكلام اللي انت بتلاقيه في فايل الامتحان نفسه. الكتاب كله هيبقى ليه موديل انسر هينزل لك قريب جدا، فانت خلاص انت معاك اجابات دقيقه للامتحانات، على عكس طبعا الاجابات اللي هي كانت بتبقى مختلفه مع بعضها، لان في الغالب اجابات طلاب. واهم طبعا من كل ده ان هو مستواه قريب جدا من مستوى الامتحان بتاعنا. طيب حاجه اخيره عايزين، او يعني حاجتين اخيرتين عايز اتكلم عنهم سريعا. الكتاب طبعا هو فيه الخمس مواد، بس لو انت علمي رياضه فانت مش محتاج البايو ولا الجي، فاحنا طبعا بيبقى فيه فيرجن لعلم علوم او لعلم رياضه. فلو انت مهتم بحجز الكتاب، اولا تقدر تتواصل معنا على الرقم ده، ثانيا توضح لنا انت علم علوم ولا علم رياضه، لان طبعا علم الرياضه الكتاب بالنسبه له هيبقى ارخص في السعر، لان انت مش محتاج سيكشن البايو والجي. الكتاب بتاعنا زي ما قلت متاح للطباعه حاليا، وهيفضل متاح في الغالب خلال الثلاث اربع ايام الجايين، بس الطبعه الاولى هتقفل قريب. فلو انت عايز تحجز ولسه ما حجزتش، ده احسن وقت تلحق تحجز فيه، عشان نلحق نجمع بياناتك والكتاب يوصل لك بدري بدري، لان كل ما تحجز بدري كل ما باذن الله الكتاب يوصل لك بدري اكتر. الحاجه الاخيره اللي عايز اكد عليها هي العروض بتاعه الكتاب، لان لو انت جاي، لو انتوا خمسه جروب مكون من خمسه وجايين تحجزوا الكتاب هيبقى فيه ديسكاونت 50 جنيه. لو انتوا جروب من 10 وجايين تحجزوا الكتاب هيبقى برضه ليكوا ديسكاونت. فلو عرفت تجمع مجموعه من اصحابك وكلكم تطلبوا الكتاب هيبقى ليكم ديسكاونت زياده. ديسكاونت بالظبط، او عايز تعرف بقى تفاصيل اسعار بالظبط، او عايز تعرف كل ديسكاونت هيبقى قد ايه، او لو انت معاك عدد معين من اصحابك وعايز تعرف ايه الديسكاونت اللي ممكن تاخده، بتتواصل معانا على الرقم ده. اي استفسارات متعلقه بالكتاب، اي استفسارات متعلقه بكورس الفاينل ريفيجن عموما، تقدر تتواصل معانا على الرقم ده. واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو الجاي اللي هنتناقش فيه او هنتكلم فيه عن كورس الفاينل ريفيجن نفسه. السلام عليكم يا شباب، وبالتوفيق ان شاء الله.